السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد من فيديوهاتنا، خليكم معانا وتابعونا، وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس والمشاركة كتير. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني بقالكم كام يوم يعني ما نزلتش فيديو، فايه وحشتوني. كل سنة وانتم طيبين، ويا ريت نصلي على النبي في الكومنتات كده. والف الف مبروك للي نجحوا، وربنا مع الثانوية العامة يا رب كده، وكلهم ينجحوا على خير ويجيبوا مجاميع كويسة، وكل واحد يخش الجامعة اللي هو نفسه فيها يا رب. بصوا بقى، هنا انا ابتديت معاكم كده على طول. هنا حاطه انا حله فيها ميه على النار، وهنا ايه الطاسه الصغننه دي هنعمل مع بعض ايه الاكل كده بسرعه بسرعه. بصوا بقى، انا ولعت على الاتنين. هنا انا هحط سمنه، حط حبه سمنه بلدي، هما كانوا اخر حبه عندي، بس ايه يعني هجيب غيرها ان شاء الله. معلش انا قفلت عشان كانوا بيقوموا الصلاه للعشاء. انا بمنتج لكم الوقت الفيديو ده واحنا ايه ساعة صلاة العشاء. انا مصورة الفيديو ده ليا كام يوم، بس ايه يعني عشان كان عندي شوية مشاغل وكده، فما كنتش عارفة منتجه ولا انزله. بصوا بقى، انا هنا بقول لكم حطيت السمنة دي، كان اخر يعني حبة سمنة في البطرمان، عشان كده كانوا ايه فيهم حبة مرط، عشان كده ايه اتلسعت شوية. انما انا هجيب واحد تاني افتح البطرمان وايه واحط منه. بس قلت انزل بالبصلة بسرعة بسرعة كده عشان ايه ما تتلسعش زيادة. اهو كده. بصوا انتوا عارفين ان انا بحب انزل بالبصلة والحاجة على النار، علشان ايه البصلة ما تخليناش تدمع. انا بحب استعمل بصل الابيض، والبصل الابيض بيبقى حامي ايه شوية. اهو بقطع فيها. ارجع برضه اقول لكم ما تنسوش ايه اللايكات والكومنتات والمشاركه في قناتي. وبرضه عايزه اقول لكم ان انا عملت برضه قناه على الفيس، يا ريت تتابعونا عليها برضه. برضه رشروش الشطوره على الفيسبوك. هنا اهو زي ما قلت لكم انا كملت بسمنه تاني، عشان طبعا ايه ما تبقاش ناشفه وتتلسع. هجيب بقيه البصله برضو ايه وانزل بيها. عادي عادي بيحصل كتير، طول ما احنا واقفين في المطبخ بنلاقي ايه حاجات بسيطه كده بتحصل. ان شاء الله ربنا يسترها علينا وعليكم يا رب. عايزه اقول لكم اللي انا بعملها دي رز بالخلط، عشان هحشي بيه ديك بلدي جايباه. الديك ده كان بحجم 2 كيلو ونص كده، فانا ايه يعني اشتريته، كان ديك عتقي كده زي الفراخ العتقية. انا بحب لما اجيب الديك، مش الفرخ. هنا طبعا دي الخلطة بتاعت الرز، انا ايه بوضبها واحدة واحدة. هنا طبعا احنا حطينا البصلة وهنفضل معاها كده. بص برضو هكملها سمنة عشان انا مش عايزاها تنشف خالص. اللي انا اكتشفته بعد كده بقى ان الطاسه الصغننه دي كانت مخرومه وبتوقع السمنه على البوتاجاز. انا ما خدتش بالي منها خالص، وكانت اول مره تعمل معايا كده. الحمد لله يعني ربنا ستر وايه وعدت على خير. افضل برضو اشوح في البصله كده معايا ايه لحد ما ايه يعني انا مش هخليها تصفر ولا حاجه، يعني هي تشويحه صغيره. وهنزل عليها بالتوابل بتاعتها. انا حطيت فلفل، وهحط قرفه وملح ونص مكعب ماجي، وهوضب فيها كده لحد ما ايه ننزل الرز ونشوف هنعمل ايه. اهو انا افضل برضو معاها واقلب فيها اهو. هنا كانت المعلقه سخنه مش عارفه امسكها، هبردها بس شويه وايه وارجع. ونزلت هنا برضو بحبه قرفه معاها. القرفه دي بتودي الرز اللي هو بالخلط ده في حته تانية، يعني بتخليه تحفه.
وبعدين احنا ما بنزودش بهارات كتير، هي دوبك الفلفل والبهارات وملح وحته ماجي صغننه بس. كتر البهارات ما بيديش طعم للحاجه كويس، ما بتحسيش بيها. انا ارجع اقول لكم معلش ان انا الكام يوم اللي عدوا دول انا يعني الحمد لله كنت تعبانه شويه، بس انا مش بصدر لكم طاقه سلبيه والله، بس يعني ادعوا لنا ربنا يا رب يشفينا ويشفي كل مريض يا رب. هنا بصوا الملح اهو. انا الوقت ده اللي كنت بعمل فيه كنت بعمل بعد المغرب، عشان زي ما قلت لكم قبل كده انا عندي المطبخ بيبقى حر، فانا ايه بقف بعد المغرب يا الصبح بدري كده يكون الجو بقى ايه في نسمه شويه كده. مكملين برضو مع الرز البصله وهي على النار. انا بسكت معاكم شويه كده عشان ايه تاخدوا بالكم من اللي بيحصل، ما افضلش ايه هرغي، وطبعا مش هتبقوا واخدين بالكم من اللي بيحصل وايه مع الكلام. لو واخدين بالكم ان انا ايه سايبه برضو البصله مع التوابل بتاعتها شويه، يعني بياخدوا من بعض يشربوا من بعض. هنا بقى نزلت بالقوانص بتاعت الديك، انا مقطعاه كبيره شويه لان هو هياخد سوا، فايه هي برضو هتاخد سوا. اقلب فيه بقى كده شويه. هنا كنت بقلبه حبه يعني مش حاجه بسيطه، قعدت برضو اقلب فيه حبه. وبعد كده هنزل بالكبد والقلب، يبقى كله مع بعضه كده بحيث ان هو كله يشرب برضو من نفس التتبيله والخلطه ويدي ايه طعم ايه في نفس الوقت. اهو ادي الكبده والقلب. هفضل اقلب فيهم كده. انا قعدت اقلب فيهم حبه اهو لحد ما لونهم اتغير اهو. حطيت نص مكعب بقى. زي ما قلت لكم الحاجات دي مش عايزه برضو ان احنا ايه نسهى عنها ولا حاجه، احنا نفضل نقلب فيها كده. انا في الوقت ده بقى كنت بغسل الرز عشان احطه عليها. زي ما قلت لكم قبل كده ان احنا طول ما احنا واقفين لازم تبقى ايدينا في كذا حاجه مش حاجه واحده بس. يعني انا زي ما قلت لكم انا حاطه الميه على النار وبرضه بشوح الخلطه دي وبجهز الرز، بعمل كذا حاجه واحنا واقفين كده عشان ايه نخلص بسرعه. هنا دي كان حبه بهارات لقيتهم قلت احطهم. معلقه كانت سخنه قوي كل شويه تسخن مني. او جبت الرز اهو. هنا انا يا دوبك كنت واخده زي ربع كيلو او اقل كمان رز، عشان ايه الرز طبعا بيزيد لما بنحشيه في الحاجه بيزيد. هفضل هنا برضو ايه اقلب كده شويه برضو اشوح الرز مع التتبيله دي. زي ما بقول لكم انا قاعده كده فوق في السطح عشان اعمل لكم المونتاج بتاع الفيديو.
وياريت تكملوا معانا الفيديو للاخر، برضو هتشوفوا معانا كملنا يعني تاني يوم او بعديها بيوم عملنا ايه. تابعوا معانا وكملوا وشوفوا احنا عملنا ايه. هنا طبعا كل ده احنا بنجهز الرز اللي هو بالخلطة. عايزة اقول لكم ان هو اخد معانا وقت، بس في الاخر بتطلع النتيجة حلوة جدا. هنا بقى ايه، هرجع بقى وابتدي ازود له ميه اهو، عشان طبعا هسيبه ايه يستوي شويه صغيره مش كتير. اهو هقلبه كويس. اهو بصوا بقى، لاحظتوا ان النار كانت بتهب يعني البتاع اتخرمت من تحت. انا ما كنتش واخده بالي والله منها خالص. اكتشفت ده بقى لما جيت الحشوه بحشيها، لقيتها برضو بتنقط من تحت كده. هنا بقى ايه غطيتها وهسيبها ايه تستوي. مش هسويها كلها برضو قوي، عشان انا زي ما قلت لكم ان الديك عندي كبير، يعني هياخد سوا. هنا بقى برضو جبت حله تانية هحط فيها، اسيبها تنشف شويه. هنا كان الرينج لايت اتطفى، فايه طبعا هرجع اشغله. بص زودته. انا بستعمل في حاجتي طبعا السمنه البلدي، ما بحبش العلب عشان مش صحيه طبعا زي ما احنا عارفين. هنا برضو كنت بجهز البصله. هنا كنا هنعمل شويه فاصوليا خضرا كده، بس هنعملها ني في ني. انا طبعا زي ما قلت لكم قبل كده ان انا بحب اعمل الاكل كله ني في ني، ما بحبش اسبك. يعني انا باخد البصله تشويحه بسيطه كده، وبرجع ايه اكمل عليها بقيه حاجتها. افضل بقى ايه اقلب فيها، مش هصفرها ولا اي حاجه، هي تدبل بس حاجه بسيطه. هي الحته بتاعت البصل دي وقعت مني، بس برضو هي مع الطبيخ والاكل مش هتبان. اهو هزود بقى ايه فلفل اسود، واحط شويه ملح واقلب. التكه دي لما بتعمليها مع الخضار وانتي بتحطيها على النار، بتدي فرق في الطعم كتير قوي. يعني حبه البصل والملح دول، الفلفل الاسود والملح مع البصله بيروحوا في حته تانية والله. غير لما تبقي مسبكه بقى وتحطي الصلصه وتستوي وبعدين تحطي الملح والفلفل، لا بتفرق كتير. جربوها وقولوا لي ايه رايكم. افضل برضو اقلب فيها كده مش هسيبها. انا كنت ايه دلوقتي كنت غسلت الفاصوليا او بصوا هنزل بيها. هجيب حاجه امسك بيها الحله بس عشان عماله ايه تجري مني.
انا عايزه اقول لكم الفيديو ده على بال ما صورته كان تعبني قوي، لان التليفون ساعتها كل شويه يسخن ويفصل يسخن ويفصل. على بال ما خلصت اليوم ده كان الحمد لله. زهقني بصراحه. افضل بقى اقلب كده في الفاصوليا كده بحيث ان هي ايه يعني ايه تتشوح وتشرب من البصله. هنسكت على كده؟ لا طبعا، هنكمل بقى ايه، نحط ايه مكعب ونحط حبة توم نيين بيفرقوا طبعا مع الخضار. يعني سنة التوم الصغيرة دي بتخلي الخضار يعني تاكليه كده وانت مغمضة متبقيش متضايقة منه. اهو هنا بقى ايه كنت طبعا مجهزة الطماطم وضربها ومجهزاها. هنزل بيها طبعا لما ايه بس اشوح الفاصوليا شوية وارجع انزل بالطماطم. اهو عشان طبعا التوم يبقى ايه دخل مع الفاصوليا. اهو اكمل بقى بقية القوطة كلها. وافضل اقلب فيها كده لحد ما ايه كله يبقى ايه داخل مع بعضه كده، وتشرب كله ايه الصلصة مع الفاصوليا وكله يشرب من بعضه. انا في الوقت ده طبعا كنت مجهزة الماء زي ما انتوا شايفين عشان ايه مستنية الرز كمان يستوي. احشي الديك واحطه على النار عشان اخد شوربة منه واكمل منها على الفاصوليا ايه تكمل سواها. انا ركنتها على العين اللي ورا دي عشان ايه تبقى النار واطية عليها على بال ما اعمل الشوربة. عمالة ادور الغطا بتاعها فين. ايه المهم هنقعد ندور على الغطا شوية بس ايه طبعا ايه هنلاقيه ونغطيها ونركنها زي ما قلت لكم. هرجع بقى هنا اجيب الديك طبعا. اهو انا اللي نضف لي الفرخة يعني الديك دوت لما اشتريته كده قلت له انا عايزاه طبعا احشيه. هو معرفش كان فين، كان في دنيا تانية ولا ايه. لقيته مقطم الرجل قوي وفاتح لي الزور، فانا عشان كده ما شلتش الزور، فاتح الجلدة بتاعته لحد الصدر بتاع الديك كده. فانا مرضتش يعني اقطع الزور من مكانه. قلت ايه هيبقى حاكم الرز شويه ان هو ما يطلعش. بص حتى الرجل في الاخر لما حاجه اقفل الديك بص هتلاقي مش عايز يقفل خالص، مش عايز يخش في الفتحه اللي ورا دي. طبعا منضفاها وفتحها زياده عشان ايه اعرف اقفلها، بس للاسف الرجل هتطلع قصيره. انا بحاول احط الرز ما بخليش المعلقه تلمس الجلد ولا اي حاجه عشان طبعا ايه بقيه الرز ده انا هسويه. بصوا قصيره خالص خالص مش داخله خالص لقيت طبعا عايز رز تاني. اهو بصوا انا حاولت اقرب لكم الكاميرا. بصوا مش عارف اقفل بس هسكت مش هسكت. انا هحطه برضو زي ما هو والرز مش هيطلع منه. صدقوني الرز ما طلعش منه، فضل زي ما هو. اهو هنا حطيته بقى ايه على الميه عشان يتسلق. هننزل عليه بقى ايه بالبصله البصل والتوابل والملح والفلفل والحاجات دي ورق لورا، وهسيبه ايه يستوي. اهو ادي البصله وحطينا هنا الملح والفلفل والبهارات.
هنا بوريهولكوا، بقولكوا اهو ادينا ايه حطينا التوابل بتاعته، هنسيبه بقى ايه لما يستوي، وهنكمل بقى ايه ناخد الشوربه على بقيه الاكل. هنا كنت بعمل الرز، بس للاسف زي ما بقولكوا ان التليفون ما ساعدنيش اكمل ساعتها، اتطفى مني وما رضيش ايه يكمل، لانه كان حرارته سخنت جدا وما ايه ما رضيش يكمل. بس هنا عايزه اقول لكم ان انا كنت عملت الرز هنا، حطيت طبعا سمنه على الزيت وحطيت الشعريه وكنت بحمرها، والتليفون اتطفى على كده. اهو بص انا نزلت بالشعريه هنا اهو، والتليفون اتطفى مني، بس انا برضو ما سكتش، كملت لكم برضو، حطيت الحاجه في الفرن اتحمرت اهي، وكنت عملت الرز واستوى، ودي الشوربه وادي الفاصوليا. ايه رايكم بقى؟ ما شاء الله، الف هنا وشفا للي ياكل. صلوا على النبي يا جماعه في الكومنتات، وادعوا لنا كده ربنا يشفينا ويعافينا يا رب. هنا بقى ايه حبيت اكمل معاكم بعدها بيومين، قلت ايه اغسل التلاجة بقى نستعد للعيد، كلنا طبعا اليومين دول هنبقى كده نستعد للعيد، فايه قلت ايه ابتدي كده في التلاجة. هنا كنت عامله لكم قبل كده ريفيو عن التلاجة دي، وكنت مكلماكم عنها يعني في فيديو قبل كده. حبيت بقى ايه نبتدي بقى ايه حاجه كده، زي ما بقول لكم ان ايه كل يوم بيبقى ايه في حاجه شكل بتحصل، فايه ناخد بقى اي حاجه في طريقنا كده، بحيث ان ايه الدنيا ما تكربسش علينا مره واحده نبقى محتاسين. اهو مسكتها ايه غسلتها كلها كده بره وجوه زي ما قلت لكم قبل كده التلاجة دي مستوردة اصلا، يعني حتى قطع غيارها مش موجودة، عشان كده عملت لها تعديل، بحيث ان ايه لما لا قدر الله وجرى لها حاجة اعرف ايه اتصرف فيها. ايه نكمل بقى مع بعضينا، معلش. هنا ايه ابتديت طبعا ايه اغسلها كويس. حبيت تشتري حاجه طبعا عشان العيد، تجيبي ده تجيبي اي حاجه، طماطم لحمه اي حاجه، طبعا اللحمه مش متكلين عليها قوي، طبعا حتى على الاقل حاجتنا نظيفه وجاهزه لاي حاجه. وربنا يكرمنا ويكرمكم كده ويفتحها علينا كده ونجيب ان شاء الله كل حاجه حلوه. لان انا كنت عماله ابص على الارض كل شويه القطه تحت رجلي وخايفه ادوس عليها. مخيلاني خالص، مخيلاني مش عارفه اقف. هنا طبعا كنت حطيت كرسي كده صغير وقعدت عليه، عشان انا عندي التلاجة قصيره، فطبعا ايه انا ما بطولهاش، لو وطيت كده انا مش هينفع طبعا، فحطيت كرسي عشان اقدر اكمل واصور معاكم.
هنا طبعا عماله اكملها كلها، هي عشان عريضه لجوه فايه بتاخد مني وقت شويه. زي ما قلت لكم كده ان هي عريضه، فلازم ايه يعني امد في ايدي فيها جوه شويه كده. هفضل طبعا اغسلها كويس. انا طبعا حاطه صابون وحاطه نقطه كلور، لا يا ربي، خل. كلور ايه، نقطه خل صغيره فيها عشان ايه طبعا تعقيم مبقاش فيها ريحه. ماشي، نكمل برضو مع بعضينا. طبعا ايه مسكتها ايه غسلتها كلها كده جوه وبره، خليتها زي الفل. انا حاطه حته سلك عشان ايه يعني لو فيها صفار فيها حاجه بيطلع. لفيت بقى برضو للباب كده. هي التلاجة نفسها لو تاخدوا بالكم تحسوا ان هي نضيفة يعني، مش بس لازم طبعا ايه كل شوية نغسلها، ما نسيبهاش كده عشان ايه ما يبقاش فيها حاجة. بفضل برضو اكمل كده طول ما ايه ما احنا قاعدين، لازم نعمل اي حاجة كده نشغل وقتنا، ما نفضلش قاعدين. هنا بقى ايه كنت خلاص عملتها من جوه، هلف بقى واعملها الباب من بره واوريها لكم بقى ايه لما شطفتها وخلصتها. طبعا من على بال ما شطفتها وكده كنت جبت فوطه من بتوع المطبخ بس نضيفه، وبالميه كده وما دلقتش ميه، بالميه وهي فيها الفوطه ونشفتها بيها. هنا بقول لكم ان انا ايه هنشفها وارجع لكم اهو. هنا بقى ايه كنت رجعت لكم بعد ما عملتها اهو، غسلت الرفوف كلها وكله بقت زي الفل. يلا بقى انت كمان اعملي حاجتك، وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش الاشتراك في القناه.